ما كانش ليا دور في الوقت ده في إدارة المدرسة، أنا كنت مكمل مهندس عادي. ضيفنا النهارده احمد حلمي، مؤسس ومدير مدرسه ايترنتي في الشيخ زايد. احمد في الاساس مهندس، بس قرر يفتح مدرسه ويديرها بعقليه هندسيه، بروبلم سولفر من القلب. ودي كانت معادله جديده انه يطلع بنموذج مدرسه بجوده عاليه ودايما بتتطور في شغلها. انت ما كانش عندك اي حاجه ليها علاقه بالتعليم شوف. في الCV. الفكرة بتاعت المدرسة نفسها أنا اتعلمت فيها شوية كتير. I like to pay attention to details. فقعدت أجيب بقى الكتب كلها بتاعت الديزاينز في المدارس. يعني it was very exciting في البروسيس بتاعت الديزاين، بس في نفس الوقت very informative. We were hit really bad بقى في حتة كوفيد في أول أسبوعين في المدرسة. فأنا تخيلي إن أنا في سنين البنا كلها أول يوم في المدرسة ده أنا هبقى على الروف بس بتفرج كده، يعني excited. الدايركتور جالها كوفيد ولقيت نفسي مرة واحدة أنا I have to be there. هنتكلم معاه عن ازاي بنى مدرسه وهو جاي من خلفيه بعيده عن التعليم. هنشوف ورا الكواليس سوق مدارس الانترناشونال في مصر بيتدار ازاي، وهنعرف ازاي يستخدم بلو ووركس عشان يعرف يحل مشاكل التوظيف عنده ويدير عدد موظفين كتير. احنا لو دخلنا في الدiscussions دي بره هنفضل نتكلم بره لحد ما بالظبط. وفرح كمان في حته التعليم ما تتوصاش. interested في التعليم؟ انا خايف من الاسئله بتاعتهم. لا. من باك جراوند سمعتها. عامة ده هيحصل. أنا لسه بقولها المره اللي فاتت من شويه اللي هو طب انا عندي سؤال عن الكالتشر مش عارف ايه، فهي برضه هتسالنا، هتتدخل في الحته دي. ف thank you for doing that. Of course. I'm very happy. فلو هتقول لنا eternity، تحكي لنا عن eternity تقول ايه؟ eternity احنا كان الفكره في الاول ان احنا عايزين نعمل مدرسه. يعني I still believe في ال national education، بس I think المشكله كانت فيه اكتر، كانت ال application يعني اكيد في فرق ما بين الانترناشونال والناشونال، لان الانترناشونال they have a different curriculum، بس also the method of teaching نفسها we're lacking او ماشيين متاخرين شويه في الحته دي في الناشونال سكولز. it requires professional development مع التيتشرز و having mentors في حته الجايد لاينز، ان احنا we don't have to do it بنفس الطريقه اللي متكرره في كل المدارس. فاحنا كان عندنا الجزء الناشونال والانترناشونال. ابتدينا الاول بالناشونال. كان الاتجاه فيه، كان الدايركتور عندنا she had only experience in international school، وده كان big challenge. المايند سيت مختلفه، والحقيقه we were successful ان احنا نقدر نعمل تغيير شويه في الميثودز في الكلاس روم مانجمنت، في عدد حتى الستودنتس في الكلاس. وبعديها بدانا في الانترناشونال different challenge، بس having them في نفس المدرسه متهيألي ان هو win win للستودنتس كمان، انه ما فيش segregation still نفس المدرسه. لان اللي بيحصل دلوقتي اكتر في المدارس الانترناشونال الزمن اتغير، فبتلاقي الولاد مولودين في gated compounds وفي مدارس ما عندهمش interaction قوي مع العالم الخارجي، وده حاجة يعني أنا مش شايفها positive خالص. ف التعليم هو احنا كمان بنتعلم، يعني يعني ملوش boundaries معينة، لأن كل شوية الأمور بتتطور. يعني احنا شفنا انتوا كنتوا مدرسه بقى لها قد ايه؟ احنا اول سنه كان 2021، فكان احنا كوفيد. اوكي. يعني افتكر انا مهندس، فانا كنت ببني المدرسه، وكنت تخيلي في الفتره كلها المدرسه شخصيا يعني. اوكي. از ان الكونستراكشن سايد ولا الديزاين كمان؟ اوكي. يعني احنا كان معانا بروجكت مانجمنت من اول الارض لحد لما اشتغلنا، بس انا ما كانش ليا دور في الوقت ده في إدارة المدرسة. يعني ما كانش لسه يعني حصل، أنا كنت مكمل مهندس عادي. وبعدين الدايركتور جالها كوفيد، فأنا تخيلي إن أنا في سنين البنا كلها أول يوم في المدرسة ده أنا هبقى على الروف بس بتفرج كده، يعني excited. ولقيت نفسي مرة واحدة أنا I have to be there managing things وبتأكد إن كل حاجة موجودة، لأن we were hit really bad بقى في حتة كوفيد في أول أسبوعين في المدرسة. it was interesting experience. بس أنت ما كانش عندك أي حاجة ليها علاقة بالتعليم في الCV؟ كله كان كونستراكشن. شوف، انا كنت I was lecturing في جامعة شوية، وبعدين مؤسسة اسمها فاير سيرفيس كوليدج في انجلترا برضو شوية، بس مش فترات طويلة. و I considered career في أكاديمية، بس
يعني it didn't happen. فده كان اقصى حاجه ليا في التعليم. بس قعدت اذاكر كتير قوي بقى. طبعا الفكره بتاعت المدرسه نفسها انا اتعلمت فيها شويه كتير. يعني مثلا واحنا بنعمل الديزاين I like to pay attention to details. فقعدت اجيب بقى الكتب كلها بتاعت الديزاينز في المدارس because I never worked in حاجه ليها علاقه بالمدارس في construction حتى. وبعدين بقى كنا بنقعد مثلا ونعمل سيميليشنز. اوكي احنا عايزين الاضاءه في الكلاس روم قد ايه؟ طب هو الاحسن ايه؟ وبعدين طيب الاورينتيشن بتاع الديسكس. اغلب الناس بتكتب بايديها اليمين، احنا مش عايزين الشادو فهنحرك الديسك ده. يعني it was very exciting في البروسيس بتاعت الديزاين، بس في نفس الوقت very informative. واعتقد ان ده كان ليه دور شويه كتير ان سهل الامور بعد كده. طب استنى بقى عشان الحته دي مهمه بالنسبه لي. walk me through حته انا دلوقتي قررت افتح مدرسه. انا الحاجات اللي جت في دماغي عشان افتح مدرسه ان انا طبعا محتاج حته ارض، محتاج الاول عشان احدد حجمها قد ايه بقى بالملاعب اللي فيها، بحجم الكلاسز، بالكلاس فيه كام واحد والكلام ده كله. محتاج اعرف انا هقدم انهي مناهج الاول عشان اعرف حجم كلاس قد ايه. وفي الاخر هو مشروع تجاري، ما هو برضه لازم اعرف المناهج هتحدد لي المصاريف، فهصرف قد ايه على المبنى والحاجات دي كلها. فلو انت هتاخدني في الجورني بتاعت شوف، هو الموضوع مش كله بيبقى يعني انت مش بتقرر كل الحاجات اللي انت قلتها. يعني لان في الهيئات كتير انت لازم تمشي على الريجوليشنز بتاعتها. فمثلا انت اول لما بيبقى في الارض يوجوالي بتبقى موجوده، مثلا الجهاز بيطرح عدد اراضي وبيبقى محدد ان في مثلا الارض دي مدرسه. كتير من الانفستورز بيعملوا بيدنج عليها وبعدين بتوصل لحد في الاخر. وانس ان ده حصل المفروض ان انت بتعمل ديزاين وبتاخد عليه ابروفل من هيئه الابنيه التعليميه. وده على كل المدارس في مصر. هيئه الابنيه التعليميه عندها اشتراطات. فعندها يعني مينيمم الكلاس حجمه كام في كام، مع تويلتس، السلالم، شبابيك، اكيد حاجات بقى كل التفاصيل موجوده. وبتبدا تعمل انيشال ديزاين وبتروح تتكلم معاهم بيدوا ملاحظات وهكذا لحد لما توصلوا لحاجه ساتسفايد يور فيجن. ونفس الوقت كراسه الشروط اللي موجوده. بعد كده بتبدا تاخد بقى رخصه من الجهاز اتسترا، الحاجات بتاعت بقى التراخيص العاديه اللي انت بتاخدها في اي مشروع، بتاعت المباني بقى. وتبتدي تبني. وبعد لما تخلص بترجع تاني للابنيه التعليميه عشان يجوا يستلموا المبنى. صح. في الوقت ده بيبقى في لجنه من الجهاز والابنيه التعليميه و حتى الصحه والساعه المدرسيه. كل الناس دي بيحصل ان هم بيجوا في لجنه واحده، بيجوا يشوفوا بقى الشروط اللي هم حاطينها اتحققت ولا لا. بالظبط كده. كل حاجه بيتاكدوا. انت ممكن تغير انك تكبر السايز بتاع الفصل، او ان انت هم عندهم مثلا مينيمم كوريدور كذا، انت تقدر تزود بس مش اقل. بس هو في الاول وفي الاخر انت ملتزم بقى بالديزاين اللي انت عملته. طب هو كل ده الهيئات دي بتاعت التعليم بالذات ملهاش دعوه انت فاتح مدرسه مثلا انهي لغه او كده، ولا هما الحاجات دي بتبقى في الاول؟ هو في وزاره التربيه والتعليم في جزء بالمدارس الخاصه وجزء للمدارس الحكوميه. ففي التعليم الخاص اشرافه ممكن يكون مختلف شويه. الحقيقه انا ما عنديش فكره عن المدارس الحكوميه نوع الاشراف الموجود ايه، بس المدارس الخاصه كلها عليها اشراف. طيب في مدارس لغات، في مدارس بتدرس نفس العربي، وفي مدارس بتدي انترناشونال. ممكن الانترناشونال علشان هم كمان محتاجين ياخدوا اكريديتيشن من اي الهيئه اللي بره اللي هم تابعين ليها. وده لازم يحصل فيه سينكرونايزيشن ما بين التعليم الخاص والهيئه. فالاول بتاخد مثلا بري ابروفال وبتروح للتعليم الخاص تشرح لهم الموجود، تعتمد الكتب اللي هتدرسها. فدي جو في كل الديتيلز بتاعت وات ايفر المنهج اللي انت هتدرسه. يعني ممكن تشغل جزئي. يعني مثلا نفترض ان انت لسه ما خلصتش الهاي سكول وانت عايز تشغل بس البرايمري في الفتره الاولانيه، لان كمان المدارس بتعتبر مدرسه مختلفه. يعني احنا عندنا الترخيص بتاعنا مدرستين، واحده اللي شغاله في الانترناشونال وواحده في الناشونال. هم شغالين باراليل بس هم بيعتبروهم منفصلين. حتى السلالم لما بتيجي تفكر مثلا لا قدر الله في حاله حريق، هو هيعتبر دي مدرسه واحده. فمثلا بيقول اقصى مسافه من
الباب بتاع كلاس لحد السلم ما يزيدش عن 18 متر. فتلاقي مثلا ان احنا عندنا في كورنر في سلمين بس ده تبع المبنى ده. اجان هي ليها اسباب، بس يعني you have to study the process وتمشي فيها. وانت بتاخدك قد ايه تقريبا على ما، يعني طبعا البنى بيختلف، بس على ما تاخد فكرة المدرسة لحد ما المدرسة بدأت؟ شوف هو طبعا الموضوع ده يختلف شوية، يعني if you have experience قبل كده فيها الموضوع بيبقى أسهل. الناس خلاص يعني كراسة الشروط مثلا بتتغير، بس التغيير بتاعتها مش كبيرة قوي. مفيش حاجة ميجور بتحصل مرة واحدة. ف الابروفلز هي حسب يعني ممكن الفيجن بتاعتك، يعني مثلا في مدارس كانت بتحب تعمل الفساد بتاعها كله ازاز، لما كانش حاجه في الاول مقبوله. اعتقد دلوقتي حصل تغييرات فيها. فلو ده كان عندك مثلا من 10 سنين الفيجن دي، لا انت هتاخد وقت اطول. بس وده متهيألي عشان كده بيحصل ابديت شويه في موضوع المباني. طب وانت بقى امتى قررت انا هفتح انهي منهج في انهي حته من البروسيس دي؟ شوف الحقيقه وانترناشونال وناشونال والكلام ده كله. ناس كتير بتربط موضوع السيرفيس بنفسه. انا الحقيقه ما كنتش بفكر فيها في الحته دي. انا بفكر where could you have an impact. طبعا المدارس البرايفت موجوده في كل حته في العالم، بس ممكن طريقه ادارتها بتبقى مختلفه شويه او الرقابه عليها. احنا عندنا رقابه، وعندنا رقابه مش قليله يعني actually quite rigorous في اوقات، حتى في الانترناشونال طبعا بس بشكل مختلف. يعني مثلا احنا لازم نعتمد كل الكتب اللي هندرسها، والوزاره عندها ليست انت بتدرس ايه في المدرسه دي والكلام ده كله. أوكي. طبعا في مدارس بقى تبع السفارات دي بتبقى وضعها مختلف، يعني دول بره البادي اللي احنا بنتكلم عليه. انما هم طبعا انت لو بتدرس في الناشونال انت ماشي على منهج الوزاره. صح. بالكامل. واكشلي هم بيعملوا زيارات من موجهين يعني وفي امتحانات الوزاره والكلام ده كله. كل حتى بتمتحن بره ساعات ولا كده؟ اعتقد انا كنت ناشونال يعني ما هو ده اللي كان موجود في الوقت بتاعنا يعني. صح. كل الناس كانت كده، او يعني 95% هقول. والحقيقه كانت السيرفيس مختلفه. بس النهارده لو شفت الكاباسيتي في الكلاس رومز هتلاقيها زادت جدا في المدارس الحكوميه. ليه؟ لان عددنا زاد. والمدارس يعني كان في تقرير من كولج انا كنت يعني بتفرج عليه من فتره، بيتكلم على عدد المدارس اللي احنا محتاجينها في مصر لحد 2030 impossible to achieve. فهو اصلا في ديماند في المدارس. الحقيقه الكرايتيريا بتاعت النجاح في المدرسه كانت بالنسبه لي انا لما جيت افكر فيها، هو اغلب المدارس will have students، واغلب المدارس هتوصل لتارجت انها توصل فول كاباسيتي. ده مش عشان اي حد شاطر، ده علشان احنا اصلا عندنا شورتج كبيره خالص. انا كنت لسه هسألك، انا دلوقتي فتحت المدرسه، هعرف الناس ازاي؟ بسبيشال ان انا مدرسه لسه ما عنديش هيستوري او انا اسم جديد. ده احنا بالظبط. هعرف الناس ازاي ان انا فتحت، وهجيب اللي هم بالنسبه لنا الاكوزيشن كاستمرز اللي هم الطلبه والاهالي، هعرفهم ازاي ان انا مدرسه فتحت وان انا مدرسه كويسه ولسه ما عنديش تاريخ. شوف الحقيقه النقطه دي بالذات انا كنت مش مبسوطين مني فيها خالص. انا كنت بقول على طول احنا كمدرسه احنا مش we're not selling product، احنا مش بنبيع حاجه. احنا مش محتاجين نعمل ماركتينج بالطريقه اللي انا كنت يعني مش حاببها، ان احنا بنعمل بيل بوردز واحنا ملاحقينك في كل حته وهنبعت تكست مسجز. انا كان رايي ان التعليم اكتر وورد اوف ماوث. صح. طيب انت ممكن تعمل كل الحاجات دي، بس انت عرفت ازاي؟ فين الكامبس بتاعتك؟ عرفت انك وصلت الهدف ازاي؟ انت لازم تو ايدنتيفاي انا عايز انجح فين، لان التعليم از فيري برود. والحقيقه احنا كل حد عنده وجهه نظر في التعليم، ممكن انا وانت نختلف فيها. وعندي موقف لطيفه في الحته دي شويه. المايند سيت بتاعنا مختلف. في حد ممكن يقول وده حصل مثلا، حد من البيرنتس، انا مش بقابل بيرنتس كتير بس ده حصل في موقف، قالت لي انا بنتي خطها وحش جدا، ف she's in KG2.
فقلت لها يعني اكيد هيتحسن مع الوقت. ده كان حاجه بالنسبه لها مهمه. واحنا بنتكلم فانا قلت لها يعني تخيلي ان كمان 22 سنه هي هتبقى بتتخرج، انا ما اعتقدش انها هتبقى محتاجه تكتب بالقلم كتير قوي، مش كتابه قوي يعني. ولكن مش بقول ان ده مش مهم، بس الاولويات بتاعتنا فين مختلفه، صح. فاحنا كان لازم نسيت الاولويات دي. انا افتكر واحنا في الفيز بتاعت الكونستراكشن دي كانت يس اي هاد ا فيجن وبفكر فيها، بس اول ما خلصنا ده الفيجن دي ما بقتش بتاعت حد، صح. فكل واحد ليه انبوت فيها من الستيك هولدرز، يعني students parents teachers directors principals، كل حد ليه so it grows. انت مالكش خلاص بقى فيها اي تحكم، والحقيقه هو ده اللي بيخلي ان في community. ف we had flexibility فيها، بس في نفس الوقت we have to be strict في شويه rules. طيب it grows يعني whatever I had in my vision من البدايه. طبعا مع احنا بقى لنا 5 سنين دلوقتي. انتوا النهارده كام ستودنت رافلي يعني؟ 790. اوكي. اكروس كام سنه؟ 5. بس يعني انتوا وده برايمري بقى ولا؟ لا احنا سوري لو في الناشونال وير اكروس اب تو جريد 11. اوكي. وفي الانترناشونال جريد 4. اوكي. لان احنا ابتدينا الانترناشونال بعد الناشونال. ايوه. الفكره ان احنا اول سنه انا كنت قلقان جدا. ليه؟ لان احنا كنا حاطين تشالنجز شويه مختلفه، فمثلا احنا بنقيس على نفسنا. يعني كل واحد ريلاتيفيتي. انا بفكر ان حسين ممكن يتضايق من حاجه معينه عشان انا متضايق منها، وده الاسامبشن اللي احنا ماشيين عليه، وبعدين يو ريلايز لا وير ديفرنت ان شويه حاجات. فمثلا انا من ضمن الحاجات اللي كانت مهمه بالنسبه لي، انا بخطط يومي بشكل معين و I like it to be planned علشان I don't like to be distracted. كنا قاعدين في ميتنج فقلت لهم انا عندي وجهة نظر ان احنا it's very important ان احنا نسمع البيرنتس، بس خلينا نعمل ويندو او نحدد مواعيد معينة بحيث ان احنا it doesn't affect اليوم. لان النهارده الهيد اوف ديبارتمنت ما هو عنده سوبرفيجن، عنده تاسكس، فالنهارده لو الوقت بتاعه ده ما بقاش منظم هو مش هيقدر يقوم بالديوتيز بتاعته. دي كانت رول مش كل البيرنتس متقبلينها. they want to come now and meet. هو عايز It's a very emotional. انت برضو يعني we had to understand it. فاحنا كان لازم يبقى عندنا flexibility فيها. حاجة تانية ودي كانت شوية مختلفة في الناشونال سكولز، we work with emails. احنا الشعب مش معترف بيه. واتساب جروبس لا طبعا. ليه؟ لان you could trace it. يعني نقدر نشوف احنا are we all following the same guidelines، احنا كلنا ماشيين في نفس الاتجاه ولا اخبارنا ايه. فالموضوع ده كان شويه الناس مش متقبله في الاول، او يعني نسبه كبيره منهم. فسيد احنا مش هناخد اكتر من 300 students باي حال من الاحوال. وطبعا يعني كذا حد، احنا جالنا applicants كتير ده في الاول. احنا كنا يعني بنحضر مثلا معارض للمدارس، والحقيقه يعني في ديماند، وهي دي نقطه. and we were very honest. احنا عايزين نعمل ايه. مع ان قرار ان احنا نفتح ده جه يعني اسرع. احنا لما كوفيد ابتدى فكرنا نأجل سنه، وبعدين قعدنا واحنا بنفكر، بعدين مره واحده القرار اتاخد. فاحنا كنا في فبراير اوريدي، السيزون بتاع الادميشنز ابتدى من نوفمبر، فاحنا اوريدي فيري ليت ولسه ما خلصناش ستافنج ولا اي حاجه. فوي ور رانينج. فقلت الكاب بتاع 300 ده مش هينفع نعديه علشان احنا لسه وير تيستنج، احنا وير بيلدينج ذا تيم. والحقيقه على الرغم من التشالنجز، مثلا الجزء بتاع الايميلز ده كان مش حاجه سهله شويه. لقينا ان احنا اتس بروجريسنج، الامور كويسه جدا. and then we took it down. بس احنا اجلنا الانترناشونال شويه عشان نحس ان احنا خلاص we're established here، احنا على solid ground. وقف على رجله الناشونال، وقف على رجله وبتاع. الجزء بتاع الاعداد برضو والمصروفات عشان انا ما ردتش عليه، احنا في قواعد ليه. فمثلا المدن الجديده زي الشيخ زايد او التجمع، الستودنت بيبقى ليه مساحه في الارض. فمثلا لو الارض بتاعتك 1000 متر، كل ستودنت ليه 10 متر.
فعدد الستودنتس اوريدي ديكتيتد من من الارض الارض بتاعتك، بالظبط. وده انكلودنج الملاعب والحاجات دي كلها. هي مساحه الارض كامله. وطيب المصروفات بتيجي لجنه من الوزاره وبتقيم الكواليتي اوف سيرفيسز اللي انت هتعملها. فمثلا بتشوف الكلاس روم بتاعك اخباره صح. ايه التكنولوجي اللي عندك تكييف ولا لا، يا وكل الديتيلز. ده الناشونال بس ان جنرال بجد، ناشونال انترناشونال. وبيديك جايد لاين ولا بيلزمك؟ لا احنا يعني وي اسك مثلا، احنا شايفين ان احنا ده الموديل الرقم بتاعنا اللي احنا نطلبه. طيب ايه السبورت بتاعك، هو ده بقى. وبعدين هو كمان بيشوف التكلفه بتاعتك عامله ايه. لان الحقيقه مثلا لما نتكلم بعد الفتره بتاعه التعويم، الكوست اختلف تماما طبعا كل سنه بشكل مش قليل انت خالص. عندك مناهج بالانجليزي وكتب بالانجليزي، يعني حاجه بتستوردها او بتجيبها كل ده وتكلفه المباني كمان. صح. يعني انت لو بتبتدي مدرسه النهارده، الارض سعرها اختلف خالص، المباني نفسها، التجهيزات، الفurniture، كل الكلام ده. and ده حاجه سبستانشال مش قليله خالص. صح. فهم they consider الموضوع ده. بس at the end of the day النهارده لو انا مدرسه وانت عندك مدرسه وبنقدم نفس السيرفيس، كبارنت هو ملوش دعوه التكلفه بتاعتك كام، دي مش مشكلته، دي مشكلتك انت. فانت لازم برضو تماتش التيويشن فيز اللي متحدده بكواليتي اوف سيرفيس. لان غير كده يعني parents don't care about كل القصه دي مشكله انفستور وده حقهم. طب حته الهايرنج المدرسين اكيد دي اكبر تشالنج. يعني انت لو انت خلاص يعني زي ما انت بتقول او تو ريكاب ان طول ما في سبلاي مدارس قليل وفي ديماند عالي، اغلب المدارس اللي ممكن تفتح لو الكريكولم شكله كويس، حتى لو انا مدرسه جديده والاونر شكلهم كويسين او الكلام ده كله، المدرسه دي بنسبه كبيره هتبقى فولي بوكت لان في ديماند مرعب. ناحيه التعيين هاو did you go about بقى، انا محتاج مدرسين عاملين ازاي؟ لان كمان مش حتتك انت، حته طبعا كان معاك تيم بيساعدك، بس قصدي حته المدرسين شكلهم عامل ازاي، الكالتشر اللي بنبنيها في المدرسه هتبقى عامله ازاي؟ شوف يعني انا ممكن كنت شايف القصه دي ان احنا كل واحد عنده سبيشاليتي. انا دوري فين وبيبتدي فين وينتهي فين. ما يمنعش ابدا ان انا I would sit and converse على حاجات كتير، واكيد مع الوقت الموضوع اختلف. بس يعني انا لما بقعد مثلا كان مع الدايركتور او حد من البرنسبل، بقول طيب الاستراكشر اللي احنا عايزين انتوا محتاجينه علشان نوصل للجولز بتاعتنا ايه، and then we start من هنا. فمثلا في regulations بتقول عدد الكلاسز اللي التيتشر بيدرسها ماكسيمم في الاسبوع قد ايه. هي معموله من الوزاره لاسباب وحاجه مظبوطه خالص، والكلام ده كله. بس احنا في نفس الوقت احنا ممكن نقل عنها، مش ممكن نزيد عنها. التارجتس بتاعتنا ان احنا نقل عنها ليه؟ لان اللي مطلوب من التيتشرز ان جنرال، انت لازم تكونسيدر ان ده معمول لانفايرمنت معينه. بس انا لو طالب من التيتشرز تحضير بشكل مختلف او كوميونيكيشن بشكل مختلف مع بيرنتس او تاسكس مختلفه، يبقى انا لازم اراعي دي. فاحنا بننزل بعدد الكلاسز في ديوتيز. التيتشرز ار فيري بيزي، يعني حتى لو عنده حصتين في اليوم، هو بقيه اليوم عنده ديوتيز، عنده سوبرفيجن، عنده كفر لو في حد مش موجود، عنده تحضير، كل ده بالظبط. والحقيقه كمان بيجي له موجهين مثلا من الوزاره، فهو طول الوقت في حاجات مش باينه. يعني لو بصينا لها اون بيبر، ايه ده حصتين، ده 55 minutes، ساعتين، ايه ده ولا حاجه. لو الناس فاكره ان عشان يوم الدراسي قصير بالنسبه للاطفال، ففاكره ان المدرس هو بيشتغل من 7 ل 4 بس يعني او يعني لا الحقيقه يعني، في طبعا حسب السبجكت وحسب الكريكولم وحسب حاجات كتير، ولكن نو they are busy. يعني انا ساعات مثلا ببقى عايز اقابل حد وبسأل ايه الاخبار، ايه ده في مكان فاضي اهو، بس هو مشغول في حاجه تانية. فده اللي انا اكتشفته. بعدين مثلا بيبقى في parents teachers meeting، بيبقى في يعني عندهم حاجات كتير خالص. انما الحقيقه لو فيها نظام معين، اعتقد انها
بتسهل على كل الناس البروسيس. عشان كده انا كان عندي اهتمام قوي بحته ان احنا لا we have to keep the space because لو انا كنت فاكر لو انا مدرس مثلا انا عامل واتساب جروب وكل شويه حد بيكلمني الديستراكشن ده هيموتني. فانا الحقيقه يعني كان القرار من هنا. بس it wasn't very popular. بس again احنا كلنا عندنا وجهه نظر في التعليم، الكرايتيريا اللي احنا صح. عايزين نوصل لها ايه. واعتقد ان دي حاجه المفروض ان المدرسه تحددها. ودي مش حاجه ريجيد قوي يعني، هي المفروض تتطور مع الوقت. مش ليه؟ لان كل حاجه بتتغير. بس انا كان بالنسبه لي السكيلتون بتاعنا عامل ازاي. لما هنيجي للهايرنج انا مش هحدد الاستراكشر، بس هنيجي بقى في الاخر وده اللي هنبص عليه. اوكي احنا هنقدر نسستين الموضوع ده ولا لا؟ طيب هنسستين يعني احنا ريسورسز برسنتج بتاعه السالاريز المفروض تكون قد ايه من الجزء بقى الفاينانشال اكتر، قد ايه من الريفينيوز، واحنا هنعمل ايه في الريسورسز على اساسها الاديوكيشنال. هتارجت مدرس عامل ازاي؟ شوف، هو موضوع المدرسين يعني مختلف جدا، لان في مدرسين كتير قوي بيشتغلوا على نفسهم بشكل هايل وعندنا مدرسين في مصر حاليا اتطوروا جدا، وفي مدرسين ماشيين على السيستم اللي موجود في. يعني هي is very هي complex. معادله انا كمان بحسها، يعني سواء ان انا اقيس بيرفورمانس مدرس او ان انا لو انا اونر بتاع مدرسه وعايز اقيس السيرفيس اللي انا بقدمها جودتها ايه، جوده التعليم اللي انا م. بقدمها. It's very intangible م. و very subjective. م. يعني انا مثلا لو ببيع حاجه او انا حتى السيرفيس بتاعتنا في بلو وركس، لا اي كان تيل من الكلاينت Yeah. هو واخد سيرفيس ولا لا، مبسوط ولا لا، من خلال كي بي ايز معينه. مثلا كنت بتضيع وقت قد ايه في دي، بقت بتاخد منك وقت اقل، فانا عرفت اقيس مقياس نجاحك بشكل معين. م. لكن التعليم ما ينفعش اقول كده على الدرجات مثلا. هقول لك حاجه. فاهم؟ لا بص، يعني الحته دي انا يعني اي سبنت وقت كتير قوي. بس هي الفكره كمان ان الداتا اللي انت بتاخدها از ات اكيوريت ولا لا، لان الديكتيتس حاجات كتير قوي. صح. هقول لك يعني ماي تريب في الحته دي از انترستنج. احنا انا هحكي لك قصه في اول سنه في المدرسه، في الفتره اللي الناس عندها كوفيد وانا باخد دور اكبر مني شويه. فانا مكتبي بيبص على البلاي جراوند، فكتير قوي كنت ببص طب اخبارنا ايه في سوبرفيجن، الولاد عاملين ايه. وانا يعني اصلا المدرسه ما حدش يعرفني، انا بعيد قراءات في المكتب مستخبي. وبعدين لاحظت ان احنا في اول سنه الولاد في برايمري بياخدوا البريك بتاعتهم، وكل يوم لما بيطلعوا الورق بتاع الاكل اللي كلوه من الكافيتيريا وات ايفر كله مرمي. وبعدين حد ينزل يشيل الكلام ده في يوم 2 و3. وانا الموضوع ده مضايقني خالص، مش عشان اي حاجه. انا بالنسبه لي التعليم جزء منه كبير قوي، صح. انك بتنمي ريسبونسبيلتي. انت عندك مش هينفع تسيب السبيس بتاعك يعني ده جزء من شغلنا. فحد من البرنسبلز كانت معايا في يوم في ميتنج، وبعدين قلت لها انا لاحظت الموضوع ده وانا شايف ان احنا المفروض لينا دور، انت متفقه معايا؟ قالت لي اه. طب شايفه نحله ازاي؟ فقالت لي اوكي انا هتكلم مع يعني هنتكلم مع الولاد وهنشوف كده في بروجرس ولا لا. وبعدين بعد 4 ايام هنخليهم اللي ما عملش اللي ما شالش حط الحاجات في الباسكت هنخليهم يعملوها. وده اللي حصل. وبعدين تاني يوم احنا عندنا المدرسة كلها 300 ستودنت، حوالي من 40 ل 50 حد في الريسبشن فيري انجري. وانا بقى طبعا هم قالوا لي شفت انت عملت ايه. الاهالي جم اه يشتكوا. فطبعا صعب انك تقابل عدد صح. اهالي كبير، فاتفقنا ان احنا يبقى في يفوضوا ديليجيشن. حد يعني. واعتقد في اللحظه دي كانت دي لحظه مهمه خالص، لان برضه انا كنت بقيس على الكرايتيريا بتاعتي. ولازم اقول لهم ان احنا كمدرسه this is what we're trying to grow، لان حصل ميس كوميونيكيشن هنا مرعب. صح. لان هم شايفين ان الموضوع ده يعني في ناس كانت شايفه ان احنا بنوفر، مش عايزين نجيب ناس مثلا تعمل او cleaning. انا دافع فلوس، اكتر جمله بسمع انا دافع فلوس عشان السيرفيس دي. وانا ابني ما حدش ما بيشيلش شنط ومش يعني سمعت حاجات كتير قوي. ودي كانت بالنسبه لي الصراحه يعني اللي هو اوكي احنا محتاجين نتكلم ازاي وكل شويه ده بيحصل. ليه؟ لان
انت ماشي في اتجاه، والاتجاه ده يا اما هيتحدد انك هتبقى رياكشن، لان 790 parents times 2 بقى، كل واحد ليه رأي في الموضوع ورأي مهم يعني. ولكن في حاجات انت كمدرسة لازم تاخد فيها decision. في مدارس عندها flexibility اكتر في حتت معينة. وعلى فكرة هو ما فيش حد فينا ما عندوش ايرورز بشكل معين، لان احنا بنتكلم في عدد كبير قوي. لما تيجي تبص علينا بقى كانتيتي، ستودنتس وتيتشرز وسبورت ستاف وكل ده، احنا عدد كبير في المدرسة كل يوم في مبنى واحد انتراكتنج مع بعض. فلازم كل شوية نشوف احنا عندنا مشكلة فين، ونريفاين ات ونشتغل عليها شوية، لان لو ما عملناش كده احنا ما عندناش بروجرس. وذلك برضو وجهة نظر البيرنتس تبقى مهمة في هذه الاوقات. بس انا بحس الحته الفيري اندر ابريشيتد عند الاهالي ان هاو المدرسه بتاثر في شخصيه الطالب. طبعا. يعني هم المدرسه مش بس تعليم. بحس ان انا لما باجي اختار مدرسه، او اي حد الشخص العادي يعني بيختار مدرسه، بيبقى اكتر على التعليم واكتر على مثلا اللي اتخرج منها راح فين عامه، which is a great way to think about. بس هو مش اتخرج منها راح فين، دي هو بناء على المنهج، هو بناء على الكالتشر جوه المدرسه. انا علمته جوه المدرسه ان انا يعني ان انا مثلا الاكزامبل بتاع ان انا علمته يشيل الزباله من المدرسه ده، وقيس بقى على behavior زي ده مثلا 100 غيره، ان انا علمته يساعد واحد صاحبه، ان انا علمته يساعد حد في حاجه ماده هو بيعاني فيها، الكلام ده كله، هو كل ده هيطلع بني ادم مختلف. هو كمان ما هي دي بقى هنوصل للنقطة اللي انت سألتني فيها، انت هتحدد الساتسفاكشن ازاي؟ ودي يعني حاجة صعبة خالص. ففي الأول مثلا احنا عندنا سيرفيز، فاحنا بنبعت ستاف سيرفيز وبيرنت سيرفيز، وبنستنى نشوف ايه الموضوع. وطبعا ساعات الفيدباك بيبقى فيري دايفيرس، لان الاكسبيرينس بتاعت الناس مختلفة، مش عشان احنا مختلفين قد ما ان الاكسبكتيشنز بتاعتهم مختلفة. صح. So you always need to communicate انت رايح فين. هقول لك مثال، احنا من ضمن الحاجات اللي كنا عايزين نغير شكلها شوية، احنا عملنا هوم روم تيتشر في جريد 1 to 3 في الناشونال، وده حاجة مش موجودة قوي. ليه؟ It's an international standard بيطبق في المدارس الانترناشونال. You have a home room teacher. وليه؟ لأن هم طالعين من KG بالموضوع ده. احنا يعني احنا ما اخترعناش العجلة، احنا we adopted الشكل بتاعه عامل ازاي، والفيدباك اللي جالنا في النقطة دي. فكان في بيرنتس شايفين ان ده بروجرس هايل وان الولاد كويسين. في بيرنتس شايفين ان احنا مدرسة بخيلة مش عايزين نجيب تيتشرز، في حين ان اكشولي الكوست بتاع الموديل بتاع الهوم روم تيتشر كان اكتر. بس احنا مش هنقعد نتكلم فاينانس، هو مش القصة في كده. احنا بس الحقيقة الاكسبيرينس بتاع بيرنتس كتير، because البيزنس موديل هو فكرة ان التعليم بيزنس. خلاص هو الكاتيجوري اللي هو بيفكر فيه، انت لازم تكون بتشوف انت هتزود الريفينيوز بتاعتك ازاي والانكم، بغض النظر انت بتعمل ايه مع ابني. فاي قرار، هو القرار شايفه ده من اللينس دي. هو شايفه من هنا، هو مش هتتغير الا مع الاكسبيرينس. وانت لسه في الاول، فانت محتاج تشرح اكتر. صح. وفي ناس هتتقبله وناس لا. ففي الاخر انا كنت بقول ايه، we have to please طبعا البيرنتس، بس we cannot function على parents pleasing. صح. لان احنا كده هنبقى بنرياكت على وجهات نظر هي احنا عارفين انها مختلفة خالص، بس surveys بتدي انسايت هائل طبعا اكيد. ودي الجزء اللطيف بتاع ان احنا السيستم بتاعنا حاسس سيكونس. يعني مثلا لو انت عندك شكوى you go through process، البروسيس دي بتدينا فرصة ان احنا نشوف ايه اللي متكرر، ايه اللي عندنا فيه مشكلة، فين البوتل نيك، وندخل نتعامل معاها. بس بيبقى صعب جدا انك تعمل ده في خلال السنة الدراسية في اوقات الاوقات، لان انت بتغير السايكل بتاعتنا. صح. فانا من الناس بقى بيقولوا ان انا بالي طويل قوي، لان انا حريص قوي ان انا ما اعملش اي تشينجز في وسط السنه unless it's important او crucial هتعمل امباكت. بنستنى بقى الفتره اللي احنا هنبتديها دلوقتي بتاعه الصيف. ده بالنسبه لي انا اكتر شغل، البريبريشن بتاع السنه الجديده. والحقيقه تيتشرز بيساعدونا، يعني الامتحانات بتخلص بس احنا مكملين شغل صعبين عادي. شويه في الحته دي، ان احنا بنحاول نخلص البريبريشن بتاعنا كله قبل اخر جون، بحيث ان احنا
هم بياخدوا بقى اجازه صح. وبنبتدي نجهز للسنه الجديده hoping ان احنا كل المشاكل اللي قابلتنا نحاول نحل فيها. بس it's an ongoing process يعني. طبعا اصعب حاجه فيها بقى الهايرنج. اتكلمنا في الهايرنج ليه؟ لان كمان لما حصل شيفت في الايكونومي ان جنرال، فمثلا احنا عندنا الدولار بقى سعره مختلف تماما على مكان، فلقيت ان طبعا مدارس كتير جدا، مدارس انترناشونال، خلينا نقول ان هم بيقدموا اعلى سيرفيس في الانترناشونال، كانوا بيجيبوا تيتشرز كتير جدا من بره. وده every single school started to reconsider في بعض الأجزاء صح. how can you sustain الموديل. فبدأ يحصل hiring لتيتشرز مصريين capable أكتر. دول كانوا في مدارس اللي بعديها على طول، فحصل shifting في التيتشرز كل المدارس. ده عمل شافل هايل، فبقت فده في مصلحتك الحقيقة كتالنت بول. شوف، هو التالنت بقى مطلوب أكتر في المدارس اللي عندها they can afford إن هم you pay because انت لما هتقارن التكلفه بتاعت التيتشر مثلا جاي من امريكا او من انجلترا او كندا، بالنسبه له طبعا التيتشر المصري بياخد سالري اقل، مش عشان حاجه بس عشان ده يكونسيدر ان الراجل ده مغترب، عنده اكوموديشن، عنده ترانسبورتيشن، لا وجاي من بلده وبتاع بالظبط. واكشلي هو هيقارن المرتب اللي هياخده هنا باللي هياخده في بلده. اوكي، ممكن يبقى جاي عايز يقعد سنه يتفسح، بس ده مش اللي انت عايزه. انت عايز تسستين برضو التيتشرز، لان دي حاجه مهمه خالص. ان الريتنشن بتاع التيتشرز ساينتفكلي هو مهم جدا للولاد. فدي من ضمن الحاجات اللي اكشلي الحقيقه انا على طول بقول لهم احنا هنا يعني دورنا في الاداره كله ان احنا بنمهد الطريق عشان التيتشر يعرف يدرس في كلاس. ده الموضوع باختصار. فاي حاجه بره التانل ده يبقى احنا رايحين في حته تانية مختلفه. طيب انا شايف لو دي المعضله دي اتحلت بزنس وايز، ماركتنج وايز، كل الحاجات اللي انت عايزها بعد كده هتحصل. بس انت لو ما حلتش الحته دي، الكونكشن اللينك ده، hopefully comfortable teacher, environment, safe, good learn، ده اللي انت عايز توصل له. مش محتاج ماركتنج. فانا ما بداتش بماركتنج زي ما بقول لك، وده كان يعني بصراحه في اوقات قعدت افكر اوكي كميه الناس اللي بتكلمني وانت قرارك غلط. انا كان بالنسبه لي لا، I want to allocate كل الريسورسز ان احنا نعلم الولد احسن. البرودكت بتاعي اللي انا ببيعه ده انا ده احسن مقتنع. ماركتنج. ده هيحل لنا كل المشاكل. صح. هقول لك حاجه لطيفه يعني، واحنا بنفتح الانترناشونال I gave in لمده شهرين. ليه؟ الماركت بتاع الانترناشونال مختلف شويه، والبنتريشن فيه مختلف تماما عن الناشونال، لان الكرايتيريا ممكن نارو اكتر. كرايتيريا البيرنتس عايزين يشوفوها في المدرسه and penetrating الماركت ده. وخلي بالك ان في جزء كتير من البيرنتس ممكن ما يبقاش حابب ان المدرسه تكون فيها ناشونال وانترناشونال. في ناس وجهه نظرها كده. فالبنتريشن كان مختلف خالص. الحقيقه انا كان عندي ظروف في الوقت ده ما كنتش موجود قوي، وبعدين لما رجعت لقيت ان احنا يعني this is not where I think we should be. فبعد كذا ميتنج طب we need some marketing campaign. يعني انا من جوه مش انا رافض الموضوع بشكل مرعب. بس خلاص I gave in. النتائج بتاعته انا obsessed بقى بالنتائج يعني I keep a very wide vision عليها. لقيت ان احنا actually لطيف. كنت بقابل ان انتوا عملتوا اليافطه مش عارف ايه and that's it. يعني اوكي you are known اكتر. بس لو هو كان او كنتيجه لو هو كان الهدف منه انك يجي لك ستودنت، نو I don't think. والحقيقه بصراحه مش هكذب عليك، انا كمان كان عندي وجهه نظر في دي. لو انا هروح مدرسه علشان انا شفت بيل بورد لطيف او دي مش الكرايتيريا اعتقد اللي كانت انا شايف ان احنا محتاجينها. احنا محتاجين to communicate احنا هنعمل ايه. طب why would you choose الفيجن دي او الشكل ده. طيب هل احنا بنقول اي كلام ولا هنقدر نحققه؟ يعني وكل الكلام ده الحقيقه ما بيجيش من غير اكسبيرينس. اصل انا اول حاجه اعملها حتى لو انا شفت بيلبورد لمدرسه وعجب، ليتس سي البيلبورد عجبتني، اول حاجه هسالها اعرف مين بيروحها.
آه. فالبيلبورد هيخليني بس اكلم حد هناك، مش هروح اقدم في المدرسه من غير ما اسال. بس هقول لك حاجه، يعني مثلا انا قعدت افكر كتير بكذا طريقه لو انت عايز تقدم لابنك او بنتك في مدرسه. يعني اعتقد هتسال الناس اللي انت حواليك 100%. بتثق فيهم. صح. والحقيقه ان لما هتعمل كده هتلاقي زي الاهلي والزمالك في ناس صح. كتير قوي، كل صح. واحد عنده وجهه نظر، وهي الحقيقه سببها من وجهه نظري ان هو كمان بيقنع نفسه. صح. انا القرار اللي انا بس عارف اخدته الموضوع بجد مش مفيد. اه انا وانا حته التقديم وانا بقدم برضو لابني من كام سنه، اه حته بجد انت بتاخدش حاجه من الناس في الاخر. هو زي ما انت بتقول بيبقى فيه بايس. انا في مدرسه فعايز اقنع الناس انها حلوه بالظبط بغض النظر هي حلوه او لا، بالظبط او العكس، او في بقى ناس بتحاول تجاستيفاي قراره. انا رحت المدرسه دي عشان هي احسن من دي. طب انا احسن ما في خدتش ايه رايي، انا ما هي استفدتش دلوقتي. سوري. الفكره بالنسبه لي هنا انا I get more specific في حته ايه الكرايتيريا. مش هتسمع كريتيريا. هي دي بقى مش النقطه. هتسمع كريتيريا. فهتلاقي مثلا وجهه نظر السينيكال كلهم زي بعض بس هنا ده احسن يعني. بس الحقيقه في ناس مهتمه خالص، بس يعني they're more quiet usually. ف يعني مثلا في بيرنت عمري ما قابلتها، بس هي كل اخر سنه بتبعت لي ايميل بالاكسبيرينس بتاعتها. she doesn't tell me مين ولادها في جريد A nothing. هي بجد بتقول لي والله. الاكسبيرينس بتاعتها. وقعدت كتير قوي بقى بدور، لان في الاول كانت بتبعت لي في ايميل مش ريجسترد في المدرسه، وبعدين انا قاعد افكر ما هي ممكن تكون مش عندنا يعني. فمره رديت عليها قلت لها طيب يعني انا عايز اعرف انت في المدرسه فعلا ولا لا. فشي سنت مره من الايميل بتاع الريجستر في المدرسه، وانا بقى قعدت اعمل مخابرات بقى، اطلع الولاد مين مين بقى ولاده؟ والكلاس ايه ومين التيتشرز واوكي. فالانسايت ده مهم قوي. انا يعني I actually بقعد كتير قوي مع teachers و parents اقول لهم لما هنعمل سيرفي على حاجه معينه صدقوني it's very crucial. ليه؟ لان احنا ساعات بنبقى واقفين مثلا في decision. احنا مثلا اخدنا قرار ان احنا كاشلس، فالكافيتيريا الولاد عندهم بريسلت. بريسلت او كارد والبيرنتس بيحطوه. وفي السن الصغير البيرنتس ممكن يطلبوا الولاد من الابلكيشن. ففكره الكاشلس ساعات البيرنتس بينسوا، او ساعات بيحصل صح. ولازم تطلب قبلها بيوم او حاجه كده. ده في وقت الحقيقه يعني احنا برضو كنا التكنولوجي او الديماند بتاعنا ممكن كان لبعض الناس كان اكتر من المطلوب. فكان انا ممكن يجي لي مثلا آه، حد عايز يعمل اوردر من الكافيتيريا. ده حصل مثلا ايميل فالسبجكت بتاعه واحد تشيكن اتسترا. وبعدين ابص ايه الموضوع، انا مش فاهم فعلا. بس they made a mistake ان هم كانوا عايزين مثلا يعملوا اوردر، وبعدين هم بعتوه في ايميل وكان بيجي على فيسبوك مثلا. فنلاقي بتوع الماركتنج داخلين احنا عندنا كذا كذا. دلوقتي الموضوع بقى اسهل شويه لان we combined كل الموضوع في اب واحده. hopefully هنعمل انتجريشن. انما دي تشالنجز احنا مش عاملين حسابنا عليها مثلا. بس تو انشور كواليتي في كل القصه دي. مثلا احنا السنه اللي فاتت احنا عندنا السيستم التيتشرز ممكن يبعتوا للبيرنتس they have like كوميونيكيشن يعني. it's a message حاجات بسيطه unless it's a topic يعني ده بيبقى ايميل بقى او نتقابل. بالظبط. فببص السنه اللي فاتت لقيت ان احنا عندنا تقريبا 8300 مسج انتراكشن ما بين البيرنتس والتيتشرز. وده كان طيب اوكي. في الانترناشونال عشان العدد اقل فوي هاف ا فلتر ان احنا بنتشيك مثلا توناليتي الديمينر حتى الجزء بتاع البوليسيز. ممكن حد يغلط يقول حاجه في بوليسي مش مظبوطه فوي هاف ذس تشيك وبعدين المسج جيت سنت. انما بقى تعالى في الناشونال احنا عندنا الرقم الكبير ده so it was almost impossible. فاحنا دي كانت من ضمن التشالنجز مثلا ان احنا عايزين كنا اتكلمنا مع جرامرلي فيها ان التون بتاعنا وازاي، بس ما عرفناش نعمل انتجريشن. فبقى عندنا كواليتي اشورنس تيم بس بناخده جراديولي. بس to keep track of this دي حاجه مهمه خالص. ليه؟ لان
ساعات الحاجات بتتفهم غلط. يعني you could talk to someone في واتساب حتى it's not face to face، انا هفهم. ممكن افتكره بيزعق لي وهو ممكن مش بيزعق اجريسيف لي، اصل هو بالظبط، هي دي النقطه المهمه جدا. ف we try ان احنا مثلا، دي حاجه ملهاش دعوه قوي بقى بالكريكولم ولا التعليم، بس how are we going to communicate، دي حاجه بره الموضوع. for a lot of teachers the waste of time. انتوا يعني بتهزروا يا جماعه، بس again الامباكت بتاعها احنا بنشوفه في سويت ريس. انا شايف ان المسج دي ممكن would sound شويه aggressive، بعد شويه بنلاقي parents جاي في الريسبشن مش مبسوط and then it's a domino effect. highlighted in اوكي فهي الفكره when you look at the master plan انت قاعد بتشوف هنا هيحصل حاجه، صح. بس بالنسبه للتيتشرز ده waste of time. صح. انا عايز اعمل الموضوع ده بس. فاعتقد ان الفكره بتاعت انك تسynchronise كل البارتس is very crucial. هي في الاخر عشان التيتشر يدرس، لان هو في الاخر العطله دي هتيجي عنده برضه. هو من الاخر يعني تو ريكاب، انت عشان تعرف تتريس او تميجر الكواليتي بتاعت الخدمه اللي انت بتقدمها it's many small things. 100%. بس هي mainly في الاخر اعتقد it comes down to teacher و student في الكلاس روم. دورنا اقل مع انه مؤثر، وانا عارف ان احنا بالنسبه لهم بنعطلهم طول الوقت بس الحقيقه ده اهم حاجه. طيب التيتشرز لما بيدونا فيدباك هم شايفين احسن مننا، ونفس القصه بالنسبه للبيرنتس. في حاجات تانية بنعملها في الموضوع ده. احنا يعني في مدارس كتير بتعمل حاجات كتير فيها، بس مثلا حته الكوميونيكيشن دي كانت مهمه خالص، لان احنا بنتريس فيها how many messages الناس مش مبسوطه فيها. ده بيدينا انديكيتور تاني ليه؟ لان احنا بنشوف مثلا حاجه زي هوم روم تيتشر في جريد 1 to 3. احنا قعدنا الثلاث سنين بيرنتس حقيقي مش مبسوطين منها. فكل سنه احنا قاعدين نقول يا جماعه هو ده الصح، بس they're not convinced. وكان parents teacher conference كل مرة بيجوا يشتكوا، فاحنا قللنا المدة بتاعتها شوية. انا شفت الساتسفاكشن اوكي، ده contradicting مع حتة احنا parents pleaser. بس الفكرة ان البيرنتس are not informed. بص الحقيقة يعني هي انا ببص لها فين، انا بقول للبيرنتس على طول هي المشكلة ان العلاقة متشافة ازاي، دول اعداء والاعداء خلاص انت حطيته في كاتيجوري اللي هو انا هنتقد كل حاجه، وهنا هنتقد. فهتكلم مثلا تيتشر مش مبسوط يعني مش عارف الاهالي بيعملوا ايه، صح. والبيت والبيرنتس بيقولوا الولد قاعد او البنت في المدرسه كل الفتره دي وما بيقولوا لهمش حاجه. هي فكره العداوه دي وانا كنت شايف، والحقيقه لجزء كبير لسه شايف انها ليها علاقه بالبيزنس. بس at the end of the day خلينا احنا مش عندنا مدرسه، لازم مدرسه تفتح. ليه؟ لان الالترناتيف صعب. فانا ببص لها من حته ان اوكي we can still have a business، بس في نفس الوقت you can actually do something good. هي دي النقطه. فانت لو غيرت المايند سيت انك انت دي بارتنرشيب، وهي actually بارتنرشيب. لان احنا مثلا انا اقول لك البيرنتس عندنا في من 5 سنين وفي من اوقات اقل. المايند سيت بتاع البيرنتس لما كان بيتغير ويبقى احنا بارتنرز، وزي الام اللي بتبعت لي الايميل هي هدفها ايه؟ هدفها حسن المستوى. هي في الاخر عايزه education احسن لاولادها. طيب هي عايزه تتسمع برضو لان وجهه نظرها مهمه، و it's a very civilized interaction. especially ان هي مثلا مش بتقول لي التيتشر وابني وده استقصده. هي بتتكلم على general rule. ليه؟ لان it's a community at the end of the day. والحقيقه احنا لو غيرنا المايند سيت ان احنا community في partnership وخلاص we have to overstep بقى حته ان ما عندناش الاديوكيشن ده available بشكل معين، خلاص اعتقد ان ده هيخلي فيه تطور اكتر. بس مثلا احنا لما البيرنتس ما كانوش بيبقى عندهم وقت ياخدوا appointment او مش فاضيين يبعتوا ايميل، فكان البيك اب تايم sometimes very hostile. لان البيرنت جاي عايز يتكلم دلوقتي بقى مع التيتشر بتاع ابنه او بنته في الكلاس، بس هم عندهم ديوتي، هم معاهم ولاد كتير جدا كل حد مع الكلاس بتاعه، ونحاف تو سي ذا بيك اب كلاس، والولاد تخرج بشكل معين. فكنا بنتكلم مع البيرنتس كتير قوي فيها. ليه؟ لان هم اجان. انا بقول على طول
ابني او بنتي ده اهم حاجه. اهم واحد في الدنيا. هو اهم حاجه. آه. فاي will be sometimes emotional sometimes unreasonable والحقيقه كتير جدا كان بيجي parent متضايق وممكن ينفعل and then after a meeting من غير لما حد بيكلمهم I see ان هم مثلا بيروحوا لحد كانوا متضايقين معاه ويعتذروا because they realize هو احنا مش اعداء يعني. ودي نقطة مهمة. بس when we take things personal بقى هي دي اللي بتعمل مشكلة شوية. صح. بس again الحقيقة ما اقدرش اقول ان احنا عندنا negative experience generally في الحتة دي. واعتقد ان the way we react to شوية حاجات واكيد عندنا انتقادات زي اي مدرسة في الدنيا makes things easier at times. اوكي. طب حته لو back to the finance of a school يعني finances of a school، المدرسه profitable من day one من لا no. اوكي مدرسة is a very different kind of investment. والحقيقة أنا شايف إن موضوع profit لا بتستنى شوية كتير because initially initial investment كابكس sorry كابكس ومباني يعني it's ما فيش أي return. أنت لسه في building whatever والبروسيس بقى بتاعت التشغيل وبعدين يعني how many students هو طبعا حسب الموديل بتاعك. بس again ما هو انت لو عامل مدرسة على 1000 فدان it cost you a lot. ممكن تاخد بقى مليار جنيه من الستودنت دي قصة تانية. بس again انت لسه برضو محتاج ان انت بتبني على كذا سنة يعني ممكن تبقى المدرسة شغالة ولسه انت الحقيقة انا كنت ضد دي شوية يعني وده برضو financially it wasn't احسن قرار. بس انا شايف انت بتفتح مدرسة وده بقى الجزء التاني اللي مش بيزنس. هقول لك نقطة مهمة. انا فاكر وانا في الجامعه كنا بناخد اوكي لو انت شغال في لوكال اوثوريتي يعني وحده او حاجه حكوميه انت مش بتعمل دراسه للمشروع زي ما بتعمله في البرايفت سيكتور. انت هتعمل كوست بنفيت اناليسيز. ليه؟ لان انت هنا بتقدم حاجه مجتمعيه. وانا اعتقد المدرسه مش هينفع تتعامل معاها بس في الجزء بتاع الكوانتيتيف نمبرز وكرانش دم لان كل ده هايبوثيتيكال. احنا ابتدينا بارقام واحنا بنبني حصل تعويم فالتكلفه اختلفت خالص. وبعدين جينا بقى هنشغل حصل التعويم التاني فالموضوع بقى لا كان بعيد خالص. and to catch up مع فرق الدولار من 15 ل 50 وكان في النص عالي شوية كمان 30. طيب الزيادة في المدارس في القانون بتاعها 7% في السنة. طب اوكي هيوصل 14% بس لو انت اعتقد اقل من 6000 جنيه فانت النهارده it's impossible to catch up. فانا افتكر كنت في دبي في كونفرنس بتاع مدارس وكانوا كذا موديل من كذا مدرسة وكتير من الانفستورز كانوا بيعملوا بانلز كنا بنتكلم وكان في تيبل بتاعت ايجيبت يعني هنعمل ايه 7%. بس اجانا انت لما تفكر في القرار ما هو انت عندك 10 اصحاب مدرسه مثلا وهم في مدرسه بس عندك فيها 1000 فاميلي ولا 1500 فاميلي. of course you have to consider them كحكومه لان انت يعني هم الدخل هي ده حاجه خبطت مصر كلها. ففي الاخر وجزء كبير من مصاريف الاسره للتعليم. الحاجه تانية انت برضو محتاج تسستين الانفستور ده علشان يقدر يكمل. فالبالانس صعب. ففي انيشيتيفز في الوزاره مثلا ان انت بعد 5 سنين بتقدر تعمل ري ايفالويشن واتسترا بس اتس ا لونج تيرم انفستمنت. فانت النهارده الناس بتبص المدارس بتكسب كتير قوي. احنا ما وصلناش ده لسه مستنيه يعني. بس الفكره في ان ممكن لما تبقى فول كاباسيتي فور سو ماني ييرز وخلاص انما في الاول لا يو فار فروم ات خالص جدا يعني. بس اجان مش هتعمل انفستمنت بالشكل ده لو حد داخله يعني فلوس بس او انا داخل بيزنس بس. صح. ان فاكت لو قارنته بحاجات كتير او يو وونت فاست ريتيرن مش مدرسه ما تعملش مدرسه بالظبط. وبعدين كمان الحاجه الثانيه people talk about asset كتير في المدرسه. هو الاسيت ده هو مدرسه وهيفضل مدرسه ومش هيتغير. فلو انت بتعمله فالويشن على سعر الارض في الحته دي عامل زي الهندسه او المبنى ده كل الكلام ده irrelevant في الموضوع ده. مش ريزيدنشال
او ولا خالص. مكتب، ومش هتعرف تغير اصلا النشاط الرخصة بتاعه، بتاعته. خلاص هو ده مدرسه. رخصة مدرسة. فدي كانت من ضمن الحاجات، مش بقى الفاينانشال سايد فيها. انا كمهندس and this is part I really liked about my job، ان انا بدخل بروجكت مش مهم الديوريشن بتاعته قد ايه، ممكن يبقى سنه سنتين whatever حسب حجمه، بس بعد البروجكت ده لما بيخلص طبعا بنتعلم فيه بقى وحاجه طويله. يعني I enjoy the process جدا. خلاص المشروع خلص وبنروح حته تانية، فانت مش ثابت. بس انا لما جيت المدرسه حسيت ان هم ربطوا رجلي بقى في المكتب كده. انت هتيجي هنا كل يوم، هو ده مكتبك خلاص ده. فده كان بالنسبه لي شويه، ايوه مش هغير امتى، لا. بس الحقيقه في الاول الموضوع ده كان يعني بالنسبه لي انا مش مريح قوي. I like a new challenge. بس اكتشفت ان التشالنجز اللي موجوده في الموضوع التعليم لا اكتر بكتير بشكل مختلف، وبتقابل حاجات جديده كل يوم لسه. حاجات محدش بيهيئك ليها اصلا، مش شفتهاش قبل كده في اندستري تانية كمان. بص زي ما قلنا هو it's a very emotional interaction، لان بالنسبه للبيرنتس ده اهم حاجه عنده في الدنيا. والحقيقه كمان بالنسبه لكتير قوي من عندنا في الستاف، اللي هو في كتير داخلين التعليم عشان هو بيحب الحته دي. مش هقول لك ان 100% من اللي في التعليم بيعملوا كده، ودي كانت بالنسبه لي شوك الصراحه برضو في بعض الاوقات. انما هم برضو ايموشنلي انتانجل مع الولاد. يعني كتير مثلا كان يبقى عندنا بوزيشن في اوت اوف ذا كلاس روم، وممكن اتكلم مع حد من التيتشنج ويقول لا انا عايز افضل مع الولاد. واي ابريشيت الموضوع ده خالص. هو بالنسبه له جروث مع الولاد، مش الجروث ان انا في الكارير. انا مراتي شغاله في تيتشنج اديوكيشن طول عمرها، بس هي في كندا، يعني من كندا، وهي عندها نفس الموضوع ده. يعني لما بنتكلم في اي حاجه في التعليم she wants to be in the classroom مع الولاد. عملت انها برنسبل سنه وبعدين قالت لا. طب انت since the school تقريبا بقى لها 5 سنين more or less, how has HR evolved من day one للنهارده؟ طيب هقول لك حاجه. انا انت عارف انا obsessed شويه في الداتا. انا كنت قاعد I'm observing كل حاجه في المدرسه، وبحاول اشوف اوكي فين البوتل نيكس، هاو كان وي سولف ات. وبعدين في الموضوع ده انا قاعد بدور على school management system, learning management system in general that can match احنا عاملين ازاي. and usually they are rigid. يعني انك تعمل فيهم تغييرات، انا هوصل للاتش ار في الاخر تغييرات صعبه قوي. وبعدين قعدت بقى طب هعمل ايه، وقعدت اذاكر، وبعدين بدات اعمل السكول مانجمنت سيستم. فكل شويه اعمل موديول، وبقى عايز اعمل تيستنج. لسه امبارح كنا بادئين في البرشيزنج. ف من ضمن الحاجات اللي كانت مهمه جدا جدا هي الاتش ار. ليه؟ لان مهم قوي ان احنا نبقى فير. ده انترنالي بقى. ليه؟ لان ده هيحافظ على الانفايرمنت. احنا فير ازاي؟ احنا الاتندنس بتاعنا عامل ازاي؟ من ضمن الشكاوي اللي كانت بتيجي كتير، ممكن تيتشر مثلا عنده 5 كلاسز يوم الاربع، بس هو يوم الاربع كتير قوي بيغيب. فالناس بتعمل كفر، فدي اند اب كفرنج اكتر، او حد بيجي متاخر على الطابور الصبح. ف الجزء ده was not very accurate. فانا كان في البلان بتاعي ان انا هوصل للاتش ار ومش عارف لسه هعمل ايه. انا كل اللي بفكر فيه حته الايفالويشنز وحته يعني، انما الاتندنس ده كان بالنسبه لي معضله. وبعدين شفتك في فيديو والحقيقه الوقت ده انا برضو ما كنتش موجود قوي في المدرسه. بعدين رحت قابلت الدايركتور، انا قلت احنا عايزين ده مهم جدا. بعدين سالتك على الانتجريشن ريسنتلي. ليه بقى؟ لان كان بيحصل اخطاء كمان عندنا. ليه؟ احنا عندنا كذا فورم اوف اتندنس كانت بتحصل. فمثلا سبورت ستاف كان ليهم اتندنس مختلف وروتا مختلفه لان مواعيدهم مختلفه عن المدرسه. بريشيزنج الناس بتروح مشاوير انتراكبل، وفي ماترنز في الباصز، يعني كل حد ليه حاجه مختلفه. وده كان بالنسبه لي يعني فكل الوقت بيحصل اخطاء، ان احنا الناس بتيجي تشتكي انا ما كانش عندي ده او جالي ده. ووصلنا يعني الحقيقه this was unnecessary headache. وانا
يعني لسه بقى قاعد بفكر وكده. اول ما شفت الموضوع ده قلت احنا لازم نجربه. وبعدين افتكر انا ما كنتش موجود ساعه اول ميتنج، بس انا I'm confident ان احنا whatever we will do هيبقى احسن من اللي احنا فيه. بس انا لسه مش عارف احنا يعني الموضوع هيبقى عامل ازاي. وبعدين بعد فتره كده اعتقد مع تاني شهر قررت بقى ان انا ادخل اشوف موضوع بلو وركس شويه. افتكر ان انا اتكلمت معاك، اول حاجه عجبتني خالص كان ايه ده في جرافس وفي ريبورتس statistics. ده بقى بالنسبه لي خاص كده اللي هو انت شلت جزء كبير قوي من عجبتني الفكره كمان ليه، لان هي ما كانتش بس احنا بنعمل اتندنس. يعني عارف ان احنا في موديولز ما بنستخدمهاش، بس انتوا يو جو ان ديبث في حاجات كتير which is very insightful هنا. ليه؟ لان احنا this is not our احنا باصين من perspective صغير كده as if ده حاجه يعني on the side it's not our main business. بس actually لما بيحصل improvement فيه ولما بيحصل ان انت خلاص you have the standard that is clear and fair واحنا مع السيرفيس هتلاقينا بنغير مثلا شويه policies and it's very responsive الصراحه. تعبناكوا شويه فيها اعتقد، بس الحقيقه انها اعتقد ان الامباكت بتاعها كمان على الستاف خلاص. المشكله اللي كانت مشكله يعني حقيقي اوفر نايت حصل فيها امبروفمنت كبير. I get back excited. يعني انتوا you recently sent an email about update اللي هو انا قاعد مستني بقى طب بلو وركس هيعملوا ايه دلوقتي. ليه؟ لان انتوا بتذاكروا الحته بتاعتكم وداخلين في تفاصيلها، ففيها ديتيلز احنا ما نعرفهاش، بس اكشلي الامباكت بتاعها علينا ممكن يكون كبير. يعني احنا ممكن يجي لنا شكوى في حته معينه اللي هو تامينات مثلا، وانا عارف ان انتوا فيها انا مش مذاكر الموضوع ده عارفه، بس يعني احنا عندنا الاتش ار if we're not fair فيه او ما عندناش اللي هو الموضوع اوتوميتد وانا بحب حسين فانا ممكن اعدي النهارده مش عارف ايه it creates very negative environment. وده كان عندنا في فتره من الفترات ان احنا مفيش فيزيبيليتي. شوف اي بوليسي لازم هيبقى فيها flexibility، ولكن and you provide ده more or less ان احنا بنقدر نمانوفر حاجات كتير، انما لازم تبقى تراكبل. لازم يعني انا النهارده لما بدخل ابص على انا الاتندنس بتاعي عامل ازاي والترندز واجي ابص على ايفالويشن. احنا عندنا مثلا بوزيشن اوكي الشخص ده انا عايز اقيمه 360 يعني حتى احنا في الابلكيشن بتاعتنا عندنا ستودنت 360 ان احنا بنبص على كل حاجه. if I'm not able to يعني وجراف بقى بالنسبه لي كانت احسن حاجه الصراحه. it gives you a complete insight على التايم لاين. صح. شهر بشهر او فتره معينه او انا عندي فولدر اسمه بلو وركس في الكمبيوتر وبعدين لو فتحته هتلاقي جرافس كتير قوي، بعدين هتلاقي اكسل شيتس. يعني انا عشان مثلا اوصل لده فكنت بكلم كتير قوي بي ان سي اقول لهم اوكي ممكن الاتندنس بتاعها كذا 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 وابص عليه. انا ببص عليه ليه؟ مثلا هو جزء من الايفالويشن بتاعه. انا الحقيقه انا بيجي لي ايفالويشن. احنا عندنا ايفالويشن از كذا حد بيعمل ايفالويشن لكذا حد، بس انا ببص does it match what I'm seeing لان sometimes بيبقى فيه discrepancies. صح. فالريفرنس بتاعك في الحته دي is solid خلاص. ف it really is very insightful في الحته دي. يعني انا تخيلت ان احنا هكلمك بصراحه في الاول اوكي انا مش عارف يعني how good is this. احنا هنجربه ويعني على اي حال hopefully هقدر اعمل الموضوع ده وانتجريتد عندنا. ف it was a maybe temporary solution سنه او اتنين up until we have لما اتكلمنا اخر مره انا كنت بقولك انت مش عارف انا حسيت ان في بيردن اتشال ف no we need to integrate. ليه؟ لان انا خلاص عايزه يبقى part من الجزء عندنا. and what I really like about you personally وانتوا كتيم is that you're humble enough to learn. ودي حاجة في الeducation عندنا لو if you're not humble you're not going to learn. وبنقعد نتكلم بقى في موضوع الحاجات الجديدة. it's very very interesting. انا فاكر الميتنج اللي عملناه من كام شهر على لما قعدنا مع التيم وخدنا انسايتس على things that need to be improved. فيتشر محتاجه تبقى فليكسبل اكتر او نزود رينج في حاجه معينه والكلام ده كله. بعديها تقريبا شهر او حاجه طلعت لايف.
this is actually how we work. يعني انتوا عامه ككلاينت كلاينت متعب بالقدر اللي يخلينا نتحسن، مش متعب اللي هو زنان. بالعكس، يعني كلاينت بيشتكي لما يبقى عنده مشكله حقيقيه وفعلا محتاجه تتحل، والحل بتاعها مش هيفيد بس الكلاينت، هيفيد كذا حد. الحقيقه كمان انا فاكر الميتنج ده، احنا كنا قاعدين بعدين، انا ما كانش ليا في موضوع الكودينج ولا خالص. اللي خلاني ادخل في الموضوع ده شويه هي كانت فكره ان انا مش لاقي حاجه كاستمايزد على البروسيس بتاعتنا، we're convinced ان البروسيس دي كويسه and I'm not going to adjust it علشان اماتش السيستم. فبدات بقى قعدت، وبعدين الصراحه دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير من الاول with AI improving rapidly يعني. بعدين فاحنا قاعدين وانا شايف البرسبكتيف بتاعنا كمدرسه وشايف بلو ووركس. احنا متخيلين، انا طبعا انا ساعتها اتكلمت معاهم حتى ان انت هتعمل زرار كده خلاص هي الموضوع خلاص تمام. واكشلي ذا ورك بيهايند ات انا عارف از بينفول، وتقعد بقى تخلط وبعدين تلاقي حاجه صغيره كده وتستنج ومش عارف ايه. اتس ا لوت اوف ورك. وانا متخيل ان انتوا ده التشالنج عندكم اللي هو الكلاينتس هو متخيل هتحصل. لا انت مش فاهم، بنسمع كميه حاجات من دي في الميتنجز اللي هو يا عم ده دروب داون يعني. عارف اللي هو ايوه ده لاين. هقول لك الصراحه انا شخصيا احنا اول سنه كان عندنا سكول مانجمنت سيستم مع ستارت اب، وكانوا الحقيقه يعني they were quite rigorous، بس maybe we anticipated ان احنا هنبقى اسرع من كده. وانا كنت واحد من الناس اللي هو لا مش هينفع احنا محتاجين ده، احنا الترم هيبتدي او الترم هيخلص او whatever، وفي نفس الوقت not knowing كمية الشغل اللي بيحصل behind closed door. فأنا أول فيرجن عملتها، فرحت المدرسة وقلت لهم أنا خلصت السيستم، خلاص no testing ولا أي حاجة، شكله لطيف and it works وكل حاجة، بس try and put 50 people at the same time قصة ثانية خالص. وبعدين دلوقتي you want to put all the parents و all the stuff. فاتعلمت يعني. الموضوع مش سهل زي ما الناس هتلاقيني معاكم انا قاعد بشد بستنوا عليهم شويه، هنوصل ان شاء الله. لا. بس actually الحقيقه I think it made a very positive impact. والميزه فيه ان انتوا كمان اوكي انتوا وصلتوا لحاجه معينه which is a very good medium، بس you're still improving. صح. ودي الفكره ان احنا هنستنى نسمع منكم ايدياز، واكيد لو في ايدياز عندنا بالزبط. يعني I imagine ان at some point لما نشتغل في موضوع التأمينات اكتر this will take a load من عندنا اكيد. بعدين نزلنا عليكم في الايفالويشن. هي السايكل بتبقى عامله كده. بس الحقيقه يعني فعلا انا مش بجاملك، بس it actually did improve يعني السايكل عندنا بشكل كبير قوي. يعني happy to hear. وده فعلا حاجه من الحاجات اللي احنا بنحب نسمعها دايما، ان لما اشتغلت ببلو ووركس انا فضيت للاهم، يعني بقى عندي وقت اكتر للحاجات الاهم. هي مش اهم بيرسي، بس الحته بتاعتنا او اللي احنا المفروض شغلي الرئيسي. يعني انا هعتبر بلو ووركس من الادمن عندنا اللي هو we're paving the way to teachers ان هم يبقوا في الكلاس روم بيعملوا. هعمل ده ازاي؟ it's part of creating the environment. لان مش كل حد هيبقى مركز في الحته دي قوي، يعني you think of it انها يعني حاجه سهله، بس in our experience حقيقي كان فيها obstacles عملت لنا يعني change of environment كان unnecessary، بس يعني I'm seeing ان improvement already حصل. لا دي حقيقة. شو I have a couple of quick fire questions كده في الآخر بحب أسألهم. What was the best feedback أخدته كCEO of a school من parent؟ اوكي أنا فاكر كان عندنا two cases ورا بعض، وأنا اتعلمت من واحدة والتانية الفيدباك كان بوزيتيف. كان عندنا two sisters twins في كلاس روم، والبيرنتس جم اتكلموا معايا قالوا لي ان احنا مش حاطينهم في نفس كلاس روم وهم مرتبطين ببعض قوي، وان الاكاديميك ديبارتمنت كان رافض الموضوع ده. فالحقيقه اتكلمت مع الاكاديميك ديبارتمنت في الوقت ده، وكنت بحاول اشوف الديسيجن بيست على ايه. وهي كانت البوليسي اتحطت في وقت ما بيست على سيتويشن معين، و we didn't revisit. فالديسيجن كان اتاخد،
وانا usually اضعف واحد في المدرسه، يعني I don't decide انا يعني هعمل كل اللي هقدر اعمله في الموضوع ان انا نوصل نتيجه بوزيتيف، بس again people decide كل واحد في السبيشاليتي بتاعته. فبعد الكونفرسيشن الحقيقه الموضوع ده فضل معايا شويه، والام اتصلت بيا وقالت لي انا بفكر انقل الولاد لان ده مش مناسب بالنسبه لي، وده حصل. بس كان it was very pleasant و respectful جدا. الحقيقه انا قعدت اذاكر الموضوع ده شويه، قعدت اشوف اوكي البيبرز بقى واخر حاجه وصلوا لها ايه، وفي ديبيت كبير قوي في الموضوع ده. والحقيقه كان الكونكلوجن ان it has to be decided case by case، وفي كرايتيريا معينه لازم نمشي عليها. again احنا مش بنغير البوليسي ميد يير، بس انا في الوقت ده جالنا كيس تانية بس في ستيج مختلفه خالص، وانا اتكلمت مع البرنسبل. انا كنت مذاكر بقى فخدت البيبر وقعدت اتكلم معاها، قلت لها انا عارف ان احنا ما عملناش ده السنه دي، وعارف ان it would sound unfair، بس الحقيقه وصلنا لنتيجه. فانا ما اتكلمتش مع البيرنتس غير بعد الموضوع. هي طلبت تقابلني، الحقيقه البرنسبل هي اللي قالت لها and she showed her البيبر اللي انا كنت جايبها لها والكلام من ده. ف she was very kind. يعني she was very kind. يعني قالت لي انها مش متخيله ان احنا كنا يعني that meticulous and go in ذاكرتوا details. الموضوع وعرفتوا يعني كان في فكره ورا الديسيجن، مش ديسيجن عشوائي يعني. هو مش مهم مين اللي هياخده، بس هو مهم صح. في الاخر again ان ده حصل. and الحقيقه she was very emotional. وللاسف انها يعني كان في كونكشن مع البيرنتس التانيين، انا بعت لهم ايميل اعتذرت بعد كده، لان يعني اكيد بيحصل اخطاء. لا 100%. طب اني بوك اور بودكاست علقوا معاك؟ اوكي. بحب حاجات كتير قوي. يعني I like philosophy, I like cosmology. اوكي. ف في كتاب بتاع كيب ثورن. كيب ثورن is physicist, theoretical physicist. History through the universe. يعني بحبه. انا مش عايز اسالك what would you have been لو انت ما كنتش في المدرسه كنت هتعمل ايه؟ لان عارف انت كنت هتبقى مهندس. لا يا بص بقى، يعني الجزء ده بالذات انا وانا صغير شويه كنت بقعد احط في مخي ان انا اشتغلت كل حاجه انا شفتها. يعني اكيد تيتشر في مدرسه، اكيد سواق تاكسي، كل الحاجات دي انا I've enjoyed all of them. فانا كنت open جدا في الموضوع ده ان انا اغير من حاجه لحاجه. اعتقد ان انا كنت هبقى في education at some point، لان I actually do like education personally. ف في فترات كده كنت بقعد افكر فيها I should have finished my PhD وهاد كارير اكاديميا because I actually enjoyed it فعلا. بس الحاجه اللي خلتني ما اعملهاش في الوقت اللي كان موجود، انا كنت اوريدي بدات يعني بدي lectures، ان انا كنت حاسس ان انا عايز اعمل حاجه، مش عايز ابقى theoretical بس. يعني كان في energy اللي هو، والحقيقه ده في architecture و construction is very you have zero and then وتقعد تفكر بقى ده في ناس هتشتغل هنا او في ناس هتبقى ساكنه هنا او وده كان obsession بقى بالنسبه لي. بقعد بقى اتخيل انا هحط هنا ايه وهعمل هنا ايه. is very interesting process. فخدتها شويه، فغالبا كنت هرجع اكاديميا تاني يعني. طب حلو. I think thank you very much يا احمد. Thank you for agreeing to do it. I really enjoyed it. انا كمان جدا.